يا أهلا وسهلا. بنصلح اليوم صينية البقلاوة بالمكسرات. المكسرات فستق وعين الجمل ولوز، وطبعا لازم نحتاج سمنة وسكر وقرفة. الحين نخلطهم مع بعض. وهنا عندي عجينة جلاش، هذه البقلاوة. هنا خلطت المكسرات، طحنت المكسرات، جروشتها، وأضيف شيرة مع موية ورد وزعفران. خلاص نحركها مع بعض. بس كذا خلصنا الحشوة. خلاص كذا خلصت خلط المكسرات. شوفوا كيف قوامها كذا يكون. أنا خلطت الشيرة مع المكسرات والسكر والقرفة كلها مع بعض، وصلت هذا القوام. يعني هو مو مقادير محددة، أنتم حطوا اللي تحسونه يكفيكم. عندي عجينة القلاش، آخذ واحدة كاملة، عجينة كاملة. هنا عندي سمنة، طبعا ما أحط زبدة، أحط سمنة وأدهنها. كل طبقة، هي 8 طبقات، أدهن كل طبقة وأفرش الثانية. نكرر الطبقات لما نوصل 10 طبقات، وكل طبقة ندهنها بالسمنة. خلاص هنا حطيت 10 طبقات من الجلاش. بعدين أفرد المكسرات. حطيت الحشوة كاملة على الجلاش كذا، رتبتها. الحين نكمل طبقات الجلاش، تقريبا توقع 8 طبقات إلى 10 بقى. وندهنها سمن. خلاص الحين نقطعهم إن شاء الله نطلع. كمل التقطيع كذا وكذا، وخلص تقطيع وأصور لكم. خلاص أنا قطعتها كذا، بدخلها الفرن. بعدين إذا طلعتها بسقيها بالشيرة. مش مجهزة الشيرة الحين. جهز الشيرة، كاسين سكر، كاس ونص موية. خلصت الشيرة. شوفوا كيف القوام كذا يكون قوامها. الحين قفلتها، بتركها تبرد على بال ما تخلصوا البقلاوة. واو، بالفرن لو تشمون ريحة البقلاوة تتقاوم. خلاص خلصت، ما شاء الله تبارك الله. اليوم أنا جوي كذا الصواني الكبيرة. نصب الشيرة عليها وهي حارة على طول أول ما تطلعونها من الفرن. نرشها بفستق يعني على كل حبة.